السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا دوبرز. قبل ما ندخل أنا خليني أتواصل مع الكنترول مع مهندس الصوت. عندنا ضيفنا العزيز هنا راح أقدمه، بس أعطوني بالضبط 10 ثواني بس أتواصل مع حضرة الكنترول وتأكد إنه أمورنا طيبة. دقيقة. تستنج 1 2 3. أيمن أدينا تستنج 1 2 3. تيستينج. السلام عليكم دوبرز كيف حالكم؟ كذا أنا 1 2 سويت ميوت. 3 تيست سامعيني؟ وأوطي صوتي أنا. طيب حوطي صوتي أنا وحرفع صوت أنا كذا. وطيته 65 يا مروان. وصوت أيمن أدينا 1 2 3. 1 2 3 تيست. يا ممتاز جماعة بالله ممتاز. تسمعوني أكتب 1 ولا؟ أوكي، بطاريات خضراء يا حلوين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل في الحلقة. إحنا عندنا صديقي العزيز ضيفنا المخرج والكاتب والمنتج السينمائي السعودي أيمن خوجة. هو صانع أفلام حائز على جوائز مرموقة، وهو كمان حاصل على درجة الماجستير في صناعة الأفلام من أكاديمية نيويورك للأفلام في لوس أنجلوس. وهو من السينمائيين السعوديين اللي يتمتعوا بخبرة ممتازة تمتد ل 14 سنة ما شاء الله تبارك الله. تعاون في أعماله مع MBC ستوديوز فيو، وفي الرصيد أيمن كمخرج أو كمنتج عفوا 3 أفلام. أولها مخرج وإنتاج Arabian Warrior للمحارب العربي والمعروف باسم شوت، اللي انعرض في السينما وكمان في منصات أمازون برايم وشاهد. وفيلم الثاني رابشر إخراج حمزة جمجوم، اللي فاز بجائزة أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي. أول إصدار يا أيمن ولا ثاني إصدار؟ أول إصدار. أول إصدار، ممتاز. و... و... ممكن وأحدث أفلامه هو فيلم السنيور، اللي طرح في دور السينما في أغسطس 24، وأطلق مؤخرا على منصات نتفليكس، اللي هو الآن في المرتبة الأولى. خليني أسوي شير سكرين. دقيقة أصبروا علي، قاعد أتعلم إخراج معاكم على الهواء. إن شاء الله إنه لسه مركز الأول يعني. هي لا، أنا شيكت بالضبط قبل التصوير. دقيقة، سلايد شو فول سكرين. خلينا نشوف كذا اشتغل. أيوة. أها. الله تحية يا شات، ألف مبروك يا صاحبي. كيف الله يبارك الإحساس؟ فيك. بصراحة إحساس ما حد مصدق، ولا أحد من الكاست ولا أحد من الكرو. فالحمد لله يعني مبسوطين الحمد لله. إحساس لا يوصف. تستاهلوا أكثر، وعندي لك لستة أسئلة يعني حول 20 سؤال. بس قبلها بقدم ملخص الأسبوع. دقيقة، عندي نرفع صوت أيمن. اديني ثانية واحدة أرفع صوت أيمن. 1 2 وفينك 3 الصوت تمام. كذا؟ بسم الله، تكلم ثاني. ألو 1 2 3. أحس كذا هلا كويس. وسهلا. نرفع صوت. كيف شغال، الحال يا رفعت. شباب؟ هلا تمام، حلوين. طيب ملخص الأسبوع. دقيقة. أوكي، ملخص الأسبوع. أوكي. عقل، اللي هو أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي بخوادم محلية في السعودية، هذا نزل. وأنا جايكم الخبر متأخر، بس في حفلة لعمر خيرت الليلة في الرياض. الليلة لا، بكرة يمديكم تلحقوها. لا في وقت، بكرة في وقت. أوكي، يمديكم لا يفوتكم. ليالي السينما بالتعاون ما بين بنالي الإسلامي والبحر الأحمر. شغال يقول لك كل خميس من 7 مارس ل 23 مايو. هذا أول قطار، خليني أقرأ عنه. هذا المفروض أنه يطلق في 26 عند المعلومات هنا. لحظة، أيوة، السعودية تستعد لإطلاق حلم الصحراء، أول قطار فاخر في الشرق الأوسط، مع بدء الخدمة في عام 26 إن شاء الله. قريت عنه بصراحة، هذا هذا القطار روعة. يحمس الصراحة. طيب وهذا ظهور خبر غريب، بس صورة نادرة تحت البحر لحيوان بحري اسمه
شيطان البحر الأسود، أو الاسم اللاتيني مالانسنتيوس جانسوني. ساعدني في النطق يا أيمن. تعرف لاتيني ولا لا؟ بس اسم، وعنده اسم عربي اللي هو الضخاطة، بس هذا أول مرة يتوثق في التاريخ، فإن شاء الله يبشر ايش هذا بالخير. الحيوان من جد؟ شكله هذا ما شكله غريب. شكله غريب بس كائن سبحان الله. فضائي. ايوه من جد هو تحت الماء، يعني تعتبر كائنات فضائية، خلينا نتفق. أحد طلع في وقت الاحتفال سوبر بول سبحان الله. بعلم السودان وغزة، وقت غنى كندريك لامار. وعلى طاري كندريك لامار، نزل خبر انه راح ينزل فيلم جديد مع كتاب ومخرجين ساوث بارك، اللي هو اسمه ما أعرف إيش اسم المشروع، بس حينزل في السينما في شهر 7. وما أعرف لو أنت تتابع تيم روبنسون حق I think you should leave، عنده فيلم، عنده برنامج سكتشات في الانستغرام أو في النتفليكس. أحسن شيء عندي أنا ومشعل، يعني حلم حياتنا إنه نعمل شو زيه، اسمه I think you should leave. والآن عنده فيلم طويل راح ينزل في السينمات في شهر 5 اسمه فريندشيب. والله ما اعرفه بصراحة، بس I will watch it. لا I think you should leave اسمه، لا يفوتك، خرافي. أكيد أنت شايف والله وجهه، يعني موجود في ميمز وكذا. يا يا الممثل يا. اللي هو are you sure about that جوردن وكان بيل. كان في فارغو ولا لا؟ يمكن أنا ما تابع فارغو المسلسل. فارغو المسلسل يعني. لا ما شفته كله فيليق. نزل خبر إنه حيبدأ تصوير فيلم جوردن بيل الجاي في الربع الثاني من السنة، وبطولة سيلينا غوميز وريجينا هال وتايلر راسل. يتهنوا يا رب، أنا من أحسن مخرجين عندي. وطبعا يوفوريا بدأ تصويره اوفيشلي للموسم الثالث. وفقرة دوبنا شفنا، اتكلم عن الاشياء اللي انت دوبك شفتها. ادري انك مشغول بفيلمك، بس هل حضرت شيء من الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات، السنة اللي فات، شيء يعني يستاهل انك ينظهر؟ شفت في فيلم ياباني شفته I think it's called Perfect Day. سمعت عنه. اظن كمان بصراحة فيلم Perfect مرة Day جميل بكتبه في بصراحة. الشات. اوكي. وشفت كمان فيلم برضو موجود في التوب 10 اسمه أهل الكهف، أتوقع أصحاب الكهف ولا أهل الكهف. شفت أهل الكهف أظن، ولا أيوة أهل الكهف. هو مصري ولا إيش؟ فيلم مصري. أوكي. ما كملته للأمانة. طيب ممتاز. في تصريح طيب تبى تعطينا ولا خلاص بس إنك ما كملته؟ يعني بصراحة يعني أنا دائما أحب أتفرج أول 20 دقيقة من الفيلم، إيه أو أول 15. هذه أنا قاعدة معاك، دائما أنا معاك. يعني عارف تتفرج أول 20 minutes بس كذا الفيرست أكت، تعرف القصة تسوى ولا ما تسوى يعني. والله معاك. وما أدري لو تعرف المعلومة هذه، بس نتفليكس حطوا الشرط هذا اللي المفروض المتلقي يعرف بالضبط يعني زبدة البرنامج أو الفيلم من أول 3 دقائق. يعني المعضلة تكون واضحة، الشخصية تكون واضحة، وبعدين قلصوها خلوها أول 45 ثانية لازم كل شيء يكون باين للمتلقي، عشان لأنه يعني إحنا عندنا تشتت انتباه، يعني إحنا وسبحان الله يعني I think هذه part of it حتى في الستوري تيلينج، في القصة نفسها يعني. في structure القصة يقول لك عندك opening image which is a minute or 2 minutes or could be 45 seconds اللي هي أنت لازم يهب المشاهد. أنا أتفق معك. يعني دائما أفلام الرعب هذا إن شاء الله يكون تخصصي، دائما يعطوك مثلا لقطة فيها رعب وفيها إثارة وفيها إحساس، وممكن حتى تشوف الوحش بس عشان أنت تعرف لو هذا جوك ولا مو جوك. صح. لا الأخ الفاضل رائد السماري علمني مصطلح أتعلمه في الجامعة اسمه The Social Contract، يعني الاتفاق الاجتماعي ما بين صانع الفيلم والمتلقي، اللي هو هذا هو إحساس زي لما أنت تشوف البوستر واضح هل هو فيلم كوميدي، حتى نفس البونت أو الفونت يكون واضح إيش يعني إيش خامة الفيلم، نوع، إحساس، صنف وغير كذا. أنا صح. بالنسبة لي سافرت كثير من آخر أسبوع، رحت مصر، رحت الرياض، اليوم رجعت، كان عندي كاستنج في الرياض أمس في الليل واليوم الصباح، ورجعت الشرقية. فأنا ما شفت غير إعلان فلورد هذا حق
شركة الورود والأزهار السعودية، وطبعا شفت فيلم حضرتكم. آم، حبيبي. عندي أسئلة كثير، بس في فقرة أسئلة الجمهور من الأسبوع اللي فات. خلينا أول شيء نمسي على الشات. مرحبا، السلام عليكم، أهلا وسهلا، منورين. أول مساء شخص النور. دخل معانا اليوم، إذا ماني غلطان، أنوار، وبعدين ريري، ريو، ماس، عبد الملك، فراس، أحمد سعيد، ماجد، محمد الزريق، أول مرة أشوفك، منور. حازم. محمد الزرق على فكرة هذا اللي يدور، اللي جيسيكا كان يبحث عنها في الفيلم. أوكي، أنت أبدعت يا محمد، أنت نجم، أنت والله العظيم منور الشاشة. وما كل ما أنت طلعت، معليش يا ياسر، ما قدرت أركز على ياسر، كنت يعني منغرس معاك 100%. ف بس تعرف ايش مشكله الممثلين هشام؟ انه دائما بعد ما يشوف الفيلم والفيلم ناجح وكل شيء يقول يا اخي انا ما اعطيت كل اللي عندي، يا اخي احس كان تعطيه مداني اسوي ذا تعطيه الفيلم. على راسه. لا، ما تسمح كان له، مداني يعني ما نسمح لك يا محمد. عندنا ميدو يعني. بان، ولولوا، مسز لوم، محمد، لولوا، جوانا، ناصر العتيبي، لايتنينج، ماجد، بس بتأكد، حمدي، وكيب، ومس أمل. وأظن كذا ذكرت أسامي كل أحد، اعذروني إذا نسيت أحد. خلينا نخش على أسئلة الجمهور. الأسبوع اللي فات ريري تقول داهمت أكثر من مرة من دكتورة وصام لا أحضر بودكاست. شكرا، كثر خيرك، وأنا أتخلى عن المسؤولية إذا درجاتك يعني راحت فيها، بعيد الشر. طيب، مهند يقول ليش ما سولفتوا عن بلد بيس؟ أول مرة أحضر كونسرت في جدة، وكانت تجربة مرة رهيبة. يا أيمن، هل حضرت أنا حضرت الأسبوع اللي فات وكان رائع. هل حضرت بلد بيس قبل؟ والله انا ما اعرف ايش هو بلد بيس، لو زي تقول لي ميدل ايش بلد. بيست اللي يصير في الرياض، بس يسووه في البلد. اوكي. في 3 دي مابينج على كل العماير القديمة، وعاملين مسارح صغيرة ما بين هذا، وتدخل أزقة وفجأة في مسرح كذا صغير. شيء رائع صراحة. أنا متخيله يعني انت قاعد تتكلم حيكون شيء خرافي، بس انا والله تعرف ماني عايش في جدة، في دبي. يس، فما يس، بين دبي وجدة ومكة، يس. فاصلا انا اصلا من مكة يعني للمعلومية ترى، بس أحلى انه اني ناس. اعدي على جدة دائما. أوكي، المرة الجاية تذكرتك على حسابي. لا لا لا، ما يفوتك. أنا حضرت حفلة لتيوا سافيج. هي فنانة نيجيرية، وكذا يعني عملت جو. كانت عندها فرقة كاملة، مع انه اغانيها نايجا بيت ولا افرو بيت. أم واحيت الجمهور، وقال كذا تحية لنيجيريا. وانت تعرف يعني في مكة، احنا في الحجاز عندنا اللي هم بدو الحجاز، وعندنا الجاليات اللي هاجرت من كل انحاء العالم، حتى مو بس لمكة المكرمة، بس حتى قبل مكة، ما قبل الإسلام. فعندنا جاليات من نيجيريا، من شاد، من شمال ومن شرق وغرب أفريقيا. فحسيت أن الجمهور اللي هم أصلهم أفريقيين أتحمسوا لما شافوا تيوا سافيج، وهذا كان شيء يعني عجيب وألهمني بأمانة. فتحية لتيوا سافيج ولميدل بيست. لا يفوتكم، تحية لك لا. جميعا. لا آه يفوتكم بالله يا شباب، واللي في جدة لازم يروح. لا، لازم لازم لازم. وانا طيب، حروح ان شاء الله في المرة الجاية. حنكون في أنا وأيمن المرة الجاية. طيب، حس تكلموا عن الجرامي لو عندكم آراء. حضرت الجراميز يا أيمن؟ لا والله ام نوت بيج فان يعني. أنا ما شفت ولا شيء غير صاحبة كانيا كانت عريانة، وطلعت شابل روان لما فازت، وقالت لازم تعطونا رواتب وتعطونا تأمين صحي. فهذا الشيء الوحيد اللي حضرته. فشيء واطي وشيء ما هو واطي. بس اوكي. انترستنج يعني، البوينت حقتها على موضوع الرواتب يعني جميلة يعني. تقول هي وقت كورونا ما كان عندها شغل، هي وقعت مع ليبل أو مع يعني مع شركة توزع، وتقول أنا فنانة ما عندي أي مواهب غير فني، ما كانت عندي المقدرة إني أطلع من بيتي وأعمل حفلات، فكان مفروض إن هم يعطوني راتب بحكم إني أنا ضحيت بنفسي لأجل الشركة هذه. وكل الجمهور صفق له، بس ما عارف لو الشيء حيتغير ولا لا. تعرف أمريكا شوية 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 رأس مالية، شوية ما تحب كثير كثير رأسمالية. طيب،
السؤال اللي بعده يقول لك أنا أحتاج فيلم تفحيط من ألتر إيجو. حضرت أفلام تفحيط؟ فاست اند فيوريوس يعتبر فيلم تفحيط؟ يعتبر فيلم دراج ريسنج أكثر، يعتبر فيلم إيش الكلمة دراج ريسنج بالعربي؟ زر أظن. بس هم تفحيط يعني قصدهم هجولة أو دريفتنج، هجوله دريفتنج، يعني ما يعني ضروري بصراحه، في كلتشر كبير بالتفحيط وما يزال موجود. يعني اي ثينك someone from المكان واحد يكون يعني عنده انترست في هذا الموضوع لازم يروي هذه القصه بصراحه، واتوقع ان في التلفاز شغال في شيء زي ايوه كذا. تلفاز عندهم اظن مسلسل اللي ماني غلطان الان شغال، ما حاب اصرح بزياده بس يعني ما انا اعرف انا صراحه، انا سمعت بس بس شغال. وفي ناس عملت دوكيومنتريز ايام زمان، يعني مثلا حضرت انا فيلم قصير وثائقي للمخرجه رنا جربوع، عامله فيلم عن الهجوله. بس يعني في هذا يعني دراسه انثروبولوجيه، في دكتور جامعه في امريكا اسمه باسكال منارات، كتب كتاب اسمه جوي رايدنج أرابيا، وعن ثقافة الهجولة في السعودية. كتاب يعني جريء ويتكلم عن كل الثقافات وما ورائيات اللي بهذه الثقافة. طيب السؤال اللي اوكي. بعده يقول لك ايش توقعاتكم مين بيفوز بأفضل فيلم في الأوسكارز؟ هات تصريحك يا أيمن، أنا ما أغلب الأشياء أنا ماني شايفها. فطالع عندي بليري بصراحه. طيب أنا أقرأ لك أميليا بيريز، ذا بروتاليست، كونكليف، أنورا، نوسفراتو، دون، ذا سبستنس، I'm still here. هم. شوف للأمانة يعني للأسف الشديد، يعني يمكن أنا من الناس اللي مو يعني ريسنتلي، يعني ما بقول إنه ما صار عندي شغف أتفرج أفلام. هم. وشيء غريب، يعني ما أعرف إذا المفروض أقول ولا ما، بس هذا الواقع. أنا ما أحب أنا أحط يعني زي لاعب الكورة، هل يتفرج مباريات؟ لاعب في الكورة يلعب في كورة. في لعيبة فاهم؟ ترى يتابعوا ويقروا ويلعبوا سوني. أيوه لا. أيوه لا، أنا أقول لك في لعيبة تلعب، في لعيبة تتفرج إذا كان بيذاكر، which is أنا I do that لما صح أذاكر. صح عرفت؟ صح يعني صح. مثلا اذا بسوي فيلم في جانرا معينه، حروح ادرس الجانرا هذه وادرس الافلام اللي تشبهها عشان هم. احاول اسوي افضل شيء ممكن لها. هم. لانه صرت وانا اتفرج اي فيلم للامانه، يعني دائما حتى اقولها للممثلين اللي اشتغل معاهم ولا حتى الناس اللي معاهم في مجال صناعه الافلام، اقول انه يا اخي احس اني قاعد اشتغل. فبعض الاحيان فعلا. للترفيه احاول اسوي اي شيء ثاني غير الافلام. يعني ممكن اروح أعطينا. العب بادل، ممكن ايوه اروح اجري، ممكن اروح الجيم، شوف كلها رياضه، ممكن اروح اسبح. رياضة. آه، بس انه او مثلا احضر كونسرت، مثلا تلعب ايوه. بيانو. عرفت؟ هم. في هم. اشياء كثيره للترفيه مختلفه عن انك بس تتفرج فيلم. انا ما بقول الناس تتفرج افلام، بالعكس اتفرج في افلام، بس انا هذه شغلتي، بس يعني هذا الشغل اللي انا اسويه. فلما اتفرج فيلم ازعج اللي حواليا للامانه. يعني اقول لهم شوفوا ايش حيصير دحين، اقول لهم وقفوا الفيلم حتلاقي الدقيقه الان 35، الان احنا في الميد بوينت. ينزعجوا مني، عرفت؟ يقول لك خلاص ما ايوه نبي نتفرج معك. انا معك. انا وصلت مرحلة اللي تعديت المرحلة دي وصرت اللي هو خليني اتفرج على اي شيء واشوف لو اقدر اتفاجأ، فاهم؟ والشطارة مني اني ما اعلق واقول حيصير كذا وحيصير كذا وواضح انه هذا هو الشرير لانه هم قفطوا يعني. بس نادرا صرت يعني، بأمانة نادرا صار الفيلم مثلا يجيب راسي او يفاجئني. بالاصح في افلام كثير يعني معمولة بطريقة جدا راقية وبتلهمني، بس عادة أكون أنا قافط إيش بيصير، بحكم إنه في الأخير هو القصص هي تنسرد بطريقة معينة، إلا لو طلعت عن يعني إطار الأفلام اللي هي تجارية وتروح الأفلام الإكسبيرمنتال يعني. صح صح، يعني اشوف اتفق معك. يعني انا شوف الحين حتى لما جيت سالتني بتفرج بصراحه، بحاول اتفرج. حتى تفرجت على مسلسل شاهد، بحاول اشوف الاشياء اللي تسوي فيه. يظن مسلسل اسمه طراد، تفرجت اول شفت أول حلقه. حلقة، يا كان لذيذ. آه يس يس يس. يعني يعني حلو جميل. حاولت اني برضو اتفرج اشياء تانية ايش بيصير في، يعني في فيلم، في افلام. بس انا حاليا يعني على حسب الافلام اللي بشتغل عليها بصراحه امم. اتفرج اشياء من نفس الجانرا، من نفس المود. امم. آه، لانه مره انا احترم صراحه يعني شغلي، وبرضه ما احب اعطي ارائي على مخرجين ثانيين. ما ايوه. اعرف اذا فاهم قصدي، احس مره لا اتضايق لا، لما يقول لي معك ايش ايه. رايك في الفيلم هذا، ولا ايش رايك في ايه. المخرج هذا. يضايقني الموضوع بصراحه، لانه
يصير الموضوع يعني ممكن يصير سلبي، انك انت لازم تجيب شيء سلبي على الفيلم ولا تجيب شيء على. هو أنا يمكن هنا حصرح تصريح، بس غالبا لما شخص يسألك رأي، يعني يسألك إيش رأيك في مشروعه، هو يبغاك تطبطب عليه وتدي شوية validation صح. يعني، وما يبغى رأيك الحقيقي، لأنه أصلا الفيلم خلص، يعني رأيك ما يهم لأنه ما حيغير شيء يعني صح. فقل خيرا يعني، أو وصح. أصمت. وحتى كمان يعني مثلا انا احس لما يجي احد يقول لك العمل ياخذ رايك قبل، لانه احنا صناع افلام، يعني تخيل انت اليوم مم. لو شغال على فيلم وانت في مم. البوست برودكشن الان ترسل لي الفيلم تقول ايمن هذا الكت، tell me what you think, how can I مم. make this better. ممكن يس. انا اجي اقول لك رايي، ممكن تاخذه ممكن ترميه في الزباله او ترميه في مكان ثاني ما تبغاه. مم. فاهم قصدي؟ مم. فاي ثينك ذاتس ذا رايت تايم انك تسال صانع افلام. مم. آه يعني احس انه هذا هو المكان اللي انت ممكن تسال فيه له صانع الافلام. بس اذا المشاهد شاف الفيلم في النهايه خلاص المشاهد يعني هو خلاص يعني. رأي المشاهد أحلى شيء عندي. ليش؟ لأن أنا مثلا عادة أسأل أقارب، أهل رنين، زوجتي، أسأل شخص يعني ما له دخل في الصناعة إيش رأيك، فيقوم ينكسف يقول طب أنا ماني في الصناعة. أقول هو بالضبط أنا أبغى رأيك، لأنه رأيك مش محايد، يعني عفوا، رأيك مش متحيز بشكل إنك أنت تبغى تقود سرد القصة. أنت شخص متلقي جاي تستهلك، فرأيك يهمني، يعني صح. انطباع الفيلم، الإحساس، وجهة نظرك يعني حيكون فريش. ف و... ولا لا صح كلامك. والمشكله لما يتفرجوا فيلم في الدرافتس مم. ما حيستوعبوا انك انت حتلعب في الساوند طبعا، ديزاين وما اوه لا لا، يستوعبوا انك مستحيل اوري هذا. احد. انا غلطت الغلطة دي، وريت زوجتي فيلم ولسه ما تلون، تقول شكله معفن، اقوم انهار، فاهم؟ ف في يا طيب اتس. السؤال اللي بعده يقول لك توم كروز اوفر ريتد يا زين نيكول كيدمان. اتفق معاك يا الياس. الله يهديكم يا ملاك ويا الياس. انا توم كروز صرحت الحلقة اللي فاتت ويمكن 10 حلقات قبلها، اهم نجم شباك او ستار في تاريخ. توم كروز اذا في 10 على 10 اعطيه 12 على 10. مان شكرا، توم خلاص. كروز از ا ليجند. الله الله يسعدك يا ايمن، شكرا. انا ما جدا احترم هذا البني ادم، يس وزعلان اني كاني سمعت تصريح انه راح يكون اخر ميشن امبوسيبل وبداوا يدوروا على شخص جديد ممكن يس، يلعب ميشن او امبوسيبل بدل هو توم كروز. هو قاعد خبر يهيئ زعلان. جلين، اظن اللي جلين باول حق فيلم توب جان، هذاك الاشقراني الطويل، قاعد يحاول يهيئه انه هو يمسك نفس المسار، بس ما في زي توم كروز يعني. ما في اسم توم كروز. ما في. يعني انا بالنسبه لي توب جان بصراحه كان فيلم اوف خرافي. اوف. يعني 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 ميكس مليان ميكس مليان مشاعر. بروباغندا ومليان يعني، بس انه معمول بطريقة. لا بس فكره انه توم كروز يجيبوه متقاعد which is fits his real life character. يعني كانوا بيقولوا له خلاص يا توم كروز انت ما انت شباك تذاكر anymore خليك على جنب بس في مم. الطيار. ف I could see it in that perspective. ف it شيت. broke my heart يعني اوكي، عرفت. فكان في مجاز يعني انه هو قاعد. واو، قشعر بدني بامانه، يا لا. انا الفيلم فاهم قصدي هذا، انه حتى الكابتن كان يقول له خلاص توم يعني انت دان يعني خلاص you're not a يا طيار. قال له اوريك كيف اطير انا. شيت. والله ودخل وطار المطار. طار بالحقيقه ترى يعني. يس اتس كريزي مان ذس يعني هذا الرجال اتعلم الرجال. الطيران عشان يمثل، يعني ايش، ما في احد زيه يعني. فما اسمح لكم يا ملاك ويا الياس، الله يسامحكم. طيب السؤال اللي بعدكم، ايش رايكم في اعمال دام تايلر؟ الزريق لسه موجود اتكلم عن الزريق. حبيبي الزريق. الله يسعدك يا زرق. طيب تايلر شريدن خصوصا 1883، حضرته يا أيمن ولا حضرت يellowstone ولا أي أعمال من حضرت 1883. إيش؟ أنا اتس ما وور فيلم صح؟ أنا ما شفته بأمانة، فشات إذا أحد يفهم. اي ثينك اتس وور فيلم اذا مو غلطان يعني، ولا يمكن فيلم ثاني. ما صراحه ما ابغى اصرح في شيء وانا يمكن ماني متاكد منه. عادي عادي، خذ راحتك يا صاحبي، نقدر نعمل edit بعدين. we're going to we're all going to the World's Fair. يا الياس، سلطان شريكي شايفه وحابه. أنا again I saw the TV glow. فيلمه الأخير هذا كان صعب بطريقة كويسة يعني، كان مزعج، أزعجني وكتمني وكأبني بطريقة جدا إيجابية يعني. فيلم ميكر وصل إحساسه. توت يسأل did you watch Brooklyn Nine-Nine؟ كل أحد شايف Brooklyn Nine-Nine أظن. انا ما شفته. أوه أوكي، يعني خفيف لطيف يعني كذا، سيت كوم لذيذ لا يفوتك.
هو اوكي. مسلسل هذا ولا ايش؟ يا وعاملين منه يمكن 8 سيزونز، يعني كذا شيء ايزي واتشنج. طيب، اوكي. هنا سؤال جدا مهم من الأستاذة أنوار. يقول في عندي سؤال ومشكلة مع الأفلام السعودية والتسويق في أفلام كثير شفتها، وأحس أنا الوحيدة اللي أشوفها. ليه ما حد يتكلم عنها؟ ليه ما حد ينزلها؟ إيش المشكلة عندنا في التسويق؟ اوه. سؤال موضوع جدا موضوع جدا مهم 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 جدا. مهم 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 مهم. تبى طبعا. أبدأ أنت؟ يا المنتج يرميها على التوزيع، والتوزيع يرميها على شركة التسويق، والتسويق يرميها على المخرج، والمخرج ترميها على الاستوديو. فأنت دائما في دائرة ما حد يقدر يديك جواب. صح. أنا أتوقع إنه المنتجين دائما بيصرفوا كل فلوس الفيلم على الفيلم، فبيوصلوا في النهاية محروقين، ما صح. عندهم فلوس للتسويق، فبيطلب فلوس زيادة من المستوديو اللي أو الممول اللي أعطاه، فبيقول له معليش أعطيني 100,000 دولار، أعطيني 200,000 دولار، خليني أسوق للفيلم. فيلاقي رفض، أنت أوريدي صرفت كذا مبلغ، فما راح أعطيك فلوس زيادة للتسويق. فهذه مشكلة يعني كبيرة. وغير كذا كمان، يعني هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية البروسيس حق التسويق واللوجيستكس حق والأوبريشن حق، يعني يعني شغل التسويق مرة معقد، يعني ما بين مم. الماتيريال، ما بين الاستراتيجي، ما بين الفكر، كيف تقعد، كيف تاخذ الاسيتس، مم. ومتى تذيعه، ومتى ينزل الفيلم. هذه كلها يعني مواضيع كلها مربوطة في بعض. وتعرف احنا لسه قطاع جديد، مم. 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 فهذه كلها هذه مشكله التسويق. هذه فرصه، انا اشوف دائما اشوف هذه المشكله. هذه فرصه مره مهمه لناس انتربرنورز يحبوا التسويق ويحبوا البراندنج. حلو انهم يخشوا مع منتجين زيك زي ناس ثانيين او مخرجين، يتكلموا معاهم من الان، انه اتس فرصه انك انت تكون تسوي شركه تسويقيه تسوق للافلام على صراحه. الطاري، في شخص عم بادر في هذا الشيء اسمه ضياء، كان نتفليكس إذا ماني غلطان، وعمل شركة تسويق للأفلام. وتلفاز 11 وعلي كثم يتعاونوا معاه في فيلم مندوب الليل، اللي أشوف إنها كانت أقوى حملة ترويجية وتسويقية في تاريخ السينما السعودية. صح. فهذا كان شيء جدا لطيف بأمانة. وأنا أشوف إنه مثلا الآن أنا قاعد أعمل بادجت لفيلمي الجاي، إن شاء الله حيصور في شهر 5، ان شاء الله. وحاط أنا التسويق كجزء من البرودكشن بادجت، لأنه ما أبغى أعتمد على موزع بكرة يحتويني، ما أضمن هذا الشيء. ف صح. انا اعتقد هذا the smartest thing you can do. يعني اذكى شيء انت ممكن تسويه اليوم انك تخصص هذا الشيء، وانك انت تعتمد يعني على نفسك. وحيكون مم. عليك الشغل، حتتعب كثير، بس مره مهم. هنا في تعليق من الجمهور يقول هبال التسويق مرة حلو، وسفر وعرض في دول الخليج خطوة جدا جميلة. أتفق. يعني كان في شيء عاملينه، إنه أظن الأمهات ماخذين خصم إذا ماني غلطان، لأنهم كانوا مستهدفين شريحة معينة لمشاهدات أو لبيع تذاكر. اتوقع كانه ضياء برضو كان ماسكه، والله. اتوقع. أوكي، يبغالي اتوقع. استشير وإن ايوه. شاء الله يا فأبى استشير ناس وبرد لكم. إيش في أسئلة من الجمهور؟ كنترول، ما شاء الله الشات شغال. كنترول، لو تقدر ترسلوا لي كم سؤال من الجمهور عشان لا أسحب. طيب، السؤال اللي بعده تقول لك أنوار: كيف تبدأ صناعة الأفلام؟ البداية الحقيقية تكون عند المنتج، المخرج، ولا الكاتب؟ هم. ايذر اور، يعني ممكن تبدا من الكاتب، ممكن تبدا من المخرج، وممكن تبدا من المنتج. صح. اليوم احنا في السعوديه برضو مره ثانيه احس انه احنا مجال جدا جديد. انا ما يعني اتضايق لما اشوف ناس تفقد الامل بعد ما تقدم فكرتها هم. تلاقي رفض. هم. افضل طريقه في مجالنا انه اذا احد قال لك لا، كمل يا اخي، ليش توقف؟ صير انت المنتج كمان. انا عارف انه شغل مره كثير انك انت تكون كاتب وتكون المنتج، وبعدين ما لقيت مخرج يؤمن بالفكره حقتك ممكن انت تخرج كمان. بالذات احنا في البدايه. يس. اليوم احنا في القطاع مره جديد، يعني ترى عمره كله 6 سنوات. هم. فنحتاج
فما في احد يقدر يفتي لك يقول لك قصتك حلوه ولا مو حلوه، لانه قطاع جديد، عرفت؟ فانه كل واحد يقدر ياخذ خطوه بنفسه، وهذا اهم شيء. طبعا اذا ما عندك الاكسبيرينس لازم تسوي شورت فيلم في البدايه، بس بدايه الفيلم اليوم تبدا الفيلم سواء على حسب، يعني انا مم. شفت اشياء تبدا من كاتب، في من مخرج، وفي بعض الاحيان من منتج. مم. هو الالهام، سبحان الله، الالهام اذا جاك الالهام هو هذا الشخص، سواء كان ايوه، منتج اللي جاله الالهام هو اللي يدعس. اتفق معك. انا مؤمن انه الورق الكويس هو الشيء اللي ناقصنا اساسا، يعني لانه هو اصعب شيء يتبلور، يعني يعني ويحتاج انه ينطبخ على نار هادئة، وقليل ناس يعني تكون عندها الصبر. لكن برضو شيء، شفت كثير مشاريع تقول والله احنا عندنا الممثل الفلاني والموقع الفلاني، خلينا نكتب قصة ونصورها بسرعة مبني على هذه المعطيات. يعني فيلم زي ديستريكت 9، ما ادري لو حضرته، فيلم من جنوب افريقيا. اظن اذا ماني غلطان، الشات يقدر يصحح لي، بس فيلم اصلا كانوا رايحين يصوروا فيلم هيلو الحق الاكس، لعبة يعني مستوحى من لعبة الاكس بوكس. لما وصلوا اظن يا المنتج او المدير التنفيذي الشركة القابضة سحبوا منهم الاي بي، وقالوا لهم ما تقدروا تصوروا هيلو، وهم كانوا خلاص معدات بروستاتكس، يعني اشياء كلها جاهزة. قالوا طيب يلا نكتب سيناريو سريع، كانوا في جنوب افريقيا، وقالوا طيب يلا نكتب فيلم عن مثلا لو جاء الينز وفي مثلا عنصرية، زي زي ما كانت عندهم عنصرية في جنوب افريقيا. والفيلم من اجمد الافلام في يعني في تاريخ السينما، yeah. مو بس في الخيال العلمي. وبرضه حتى جلاديتر، ترى جلاديتر نفس الفكره، اوف. جلاديتر 1 الجزء الاول، يا راسل كرو والمخرج ريدلي سكوت. ريدلي سكوت وقفوا التصوير، يعني بعد ما الاستوديو اعطى ابروفل وكل شيء وبدوا التصوير وقفوا بعد يومين. راسل كرو وريدلي سكوت قالوا ايش السكريبت الزباله ذا، ما we're not gonna keep doing, we're not gonna film. they stopped for يمكن 2 months, rewrote everything، اوف. وبعدين رجعوا كملوا تصوير. هذا الجلاديتر الاول يعني. ما كنت فذات ادري والله. لا اوكي. this is يعني a fact you can read about it. it's very يعني شيء يعني غريب كيف انه. فانا اؤمن انه الكرييتيف، المنتج لازم يكون مبدع صراحه. فانا امم. شفت الكاتب مهما كان قوي والمخرج مهما كان قوي، المنتج ابن الذين لو ما كان قوي ودرك الموضوع، صح. عرفت، على الميزانيه الموجوده، واحتوى المخرج والكاتب وآمن بأصواتهم وحط صوته معاهم ويوصل الفكرة للطريق النهائي. عشان كذا احنا أعمالنا ضعيفة من دون هوية، لأنه المنتج يبغى يخلص بسرعة. يبغى يعمل حبيبي عندك، فلوس. أيوة خلاص بسرعة مشي الليلة، فاهم قصدي؟ مم. فمهم مرة إنه المنتج يكون مبدع وفاهم إيش يعني صناعة فيلم، فاهم إيش يعني في سكريبت وكيف أنا أطبقه مع المخرج هذا، ويحتوي الكاتب والمخرج، مو يتضارب معاهم. يعني هذا كان يمكن سؤال قلت لواحد كان عندي في الانستغرام بيسالني، كنت اقول له المفروض المنتج يقول لهم، يسالهم مو متى تخلصوا او يلا خلصوا بسرعه، المفروض يقول لهم كيف اقدر اسوي الفيلم ده معاكم فيلم رهيب، كيف اساعدكم تسووا هذا الفيلم فيلم رهيب. هذا المفروض يكون سؤال المنتج، عرفت؟ طبعا بالميزانيه الموجوده، عرفت؟ يعني حلو لما يكون في شفافيه في الموضوع، حلو لما نقول اليوم ميزانيه الفيلم مليون ريال او صح. 10 مليون. let's write for that. لازم نكتب للبادجت. يس. يس. ولو انا طبعا بديك 10 مليون، ليش بعطيك 10 مليون؟ يعني انا مثلا ممكن اسوي مشهد قتل بطعنه سكين which is رخيصه، او اني اسويها بطلق نار which is شويه اغلى، او اني افجر المبنى وهذه مره غاليه. فانت اليوم كمنتج انت تقدر توزنها، ليش نفجر المبنى؟ خلاص ليش نطلق رشاش؟ نقدر نطعن. وتقدر تصور الرعب او تصور اي مشهد تبغاه، سواء اهم شيء يؤدي النتيجه، عرفت؟ يوصل المشاعر للمشاهد، سواء فجر او طلق او طعنه، في النهايه هي حتوصل للمشاهد، فاهم قصدي؟ ويا من افلام شفنا مثلا تكون يا اثاره، رعب، اكشن، الطعنه تكون مبالغه فيها، انه في دمان ومش عارف ايه، بس اللقطه اذا تصورت من زاويه ثانيه ومع ساوند ديزاين او هندسه صوت صح، توصل لك نفس الاحساس، ويمكن الاحساس تكون اقوى. فاهم؟ مو صح. مو هنا يجيك المنتج، معليش الحمار، ايش يجي يقول لك؟ يجي يقول لك
اسمع انا ابغى الدم يطلع، ابغاك تحط يعني عرفت إمم، اغرز 7 غرزات، ليش إمم، واحده بس؟ إمم، خلي إمم، الدم يطرطش، عرفت؟ إمم، فانت هنا كمشاهد تيجي تشوف تقول ايش ذا. المخرج كان يبى زيك، يباها وايد شوت مع الميوزك ديزاين مع إمم، هذه. فالمنتج مره مهم يكون فاهم الوزنيه حقت الابداع إمم. على الكاتب، فاهم قصدي؟ يعني انه كيف يعني يفهم الفويس حق المخرج، مره مهم. أتفق معاك. لا، لا، يعني هي شطارة، يعني مثلًا زي ما قُلنا المعطيات، يعني فيلم Terrifier اللي دايمًا نتكلم عنه، اتعمل أول واحد $35,000 وكسر الشباك، لكن خلفية المُخرج أصلًا makeup ودُمّان وspecial effects، يعني فيليق إنه هو حيعرف يعمل هذا الشيء أهلًا وسهلًا يا ريري، الحمد لله على سلامتِك. يليق إنه يعمل الشيء هذا يعني، وهو أصلًا يعرف كيف يعمله ب ب ب بأقل ميزانية وبإبداع. بس يعني المنتجين، الأفكار، الاحتواء. طَب أنا عندي بعض الأسئلة من الجمهور. السؤال يقول لك: هل خلّصت Arcane؟ أنا قاعد أوعد الجمهور من سنة إني أخلّص Arcane ولسه ما لحقت، سامحوني يا جماعة ما لحقت. سؤال ثاني يقول: تلفاز 11 عندهم أعمال مع شاهد؟ ما أتوقع، لأن من أول الصفقات اللي هم وقعوها كانت مع نتفليكس، بس أبدا ما يمانع. أحس إنه يا سمعت خبر يا نزل خبر إنهم راح يشتغلوا مع ام بي سي قريب. ف صح، انا شفت الخبر هذا برضه، واقع صح. مع ام بي سي ستوديوز ايوه، اتوقع ايوه، اتفاقيه. فيليق جدا. وهيكلة استوديو، شو، ام بي سي استوديو غير عن ام بي سي نتورك، غير عن ام بي سي المنصة. فممكن ام بي سي استوديو استعمل شيء لنتفليكس. هذا الشيء شوية حيلخبط يا جماعة، بس استحملوني. فبس يليق إنه برضو حتشوف إنه أغلب الأعمال اللي ام بي سي ستوديو استعمله راح تسوي صفقة مع شاهد. وبرضه كمان للمعلوميه، ترى ام بي سي ريسنتلي بي اي اف اشترتها 100%، يعني أوه يمكن قبل والله ما كنت شهرين. أدري. اي قبل شهر ونص، فهم عندهم اعاده هيكله وعندهم شغل كذا شغالين. أوكي. اي ثينك يعني، عرفت؟ طيب يبشر الموضوع خير إن كويس. شاء الله. طيب أنا مجهز زي ما قلت يعني 40 مليون سؤال لحضرة الأستاذ أيمن خوجة على فيلم السنيور. يا شات حطوا لي أسئلتكم، إذا اللي شاف السنيور يحط أسئلته لأيمن، وأنا حنطلق على بال ما أنتوا تبدأوا تحطوا أسئلتكم. أول سؤال عندي إياه بخصوص الكاستنج. أنا صورت الشاشة للكاستنج دايركتورز اللي جبتهم لأنهم أبدعوا، بس أنا متأكد إنك في ناس أنت نقيتهم بيدك، زي البنت الصغيرة لاتين، ولا اللي مثل دور هرجة عباسي. كيف التقيت فيهم؟ طبعا احنا في الكاستنج اشتغلنا مع شركه جراي فوكس. جراي فوكس هذه اللي شفتهم. ايوه. جراي فوكس اشتغلوا طبعا يعني في اكثر من فيلم، اشتغلوا هم اظن كانوا ماسكين مندوب الليل، كانوا ماسكين فيلم جرس انذار. اوكي. فالبنت من مجايب جراي فوكس كان ماسك عندهم الكاستنج دايركتور، كان محمد الزريق، عرفت؟ هو كان اصلا محمد الكاستنج، زريق هو الكاستنج. هو كان الكاستنج اوكي. دايركتور. هلا حلو. والله. اوكي، فعلى اوكي، شخصية على شخصية صالح، أنا عارف ما سألت على شخصية صالح، بس هو شخصية صالح اللي لعبها كنا مرشحين يمكن 4 شخصيات، ما كان هو واحد منهم. بس بعدين اوكي. لما أنا شفته قلت حبيبي أنت كيف ما ما أرسلت شاء لي الله، صورة لحظة، يعني؟ هذا أكيد ممثل يعني، بدع يعني أنا. أي لا، محمد عنده أعمال كثيرة، يعني اشتغل أوكي. قبل كذا في فيلم موجود على نتفلكس ثاني، إيش والله اسمه؟ ناسي اسمه. محمد تساعدنا أقول والله. وش؟ ما أعرف لو هو موجود لسه ولا، بس أتوقع إنه في أكثر من فيلم، حتى طلع في مندوب الليل، ترى طلع لقطة في مندوب الليل. صح. أوكي إيه، الحين اتذكرت. صح، صح، اللي صح. كان في مواقف السيارات. أيوه، أيوه. أوكي. وحتى لاتين ترى موجوده، البنت الصغيره موجوده في مندوب الليل. هي بنت الدوخي في مندوب الليل. بنت. يس، أوكي، هي لأن بنت مندوب. أسنانها تغيرت من فيلم لفيلم يا حليل الله يحميها، بسم الله ما شاء والله الله. هي بصراحه فنانه. وبرضه مره ثانيه انت لما تشوف ناس زي كذا يعني اشتغلوا مثلا مع علي الكلتم يمثل عليه، اكيد يعني they have potential، وكانت لايقه على الدور بصراحه. فهي من اختيارات جراي فوكس وترشيحاتهم. أمم. وبعد ما تكلمت معاها وناقشت معاها بصراحه يعني كانت لايقه عليها الشخصيه. أوكي هايل. آه، محمد عباس بصراحه كان اللوكيشن مانجر اسمه الامين. أيوه. فكنا برضو احنا، لانه احنا كنا نفكر نجيب اسماعيل الحسن. أوكي.
حلو. وقعدت مع اسماعيل حسن وقري السيناريو وعجبه مره، وتكلمنا وسوينا ترتيبات وسوينا تحضيرات، بس بعدين ما اتفقنا. كان الموضوع مالي، ما حلو. اتفقنا على الاشياء. امم. فحبينا انه نقرر على نشوف يعني اوبشنز ثانيه وترشيحات ثانيه. ف... فسبحان الله جاء محمد عباس قدامي ترشيح من اللوكيشن مانجر، لانه كنت انا ابحث عن واحد ولد حواري ايوه. كذا مكاوي امم. فاهم الكفت. ترى محمد في الحقيقه مره مو كذا، محمد ترى ولد مره محترم في الحقيقه، شخص مره بسم الله عسل ما شاء الله. ومؤدب. شايفه في الانستغرام، ايوه، لا شكله غير عن شخصيته في الفيلم. بس ف... هذا واول مره يمثل، ما قد مثل، كان هذا اول عمل مستحيل. سينمائي. لا لا، هذا بسم الله ما شاء الله نجم يعني، وانا ناوي اعمل لا له لا ان شاء كاستنج في الله. مشاريع جايه. بالعكس هذا خبر يفرحني ويفرحه بصراحه، يعني هو يا رب، حينبسط مره بصراحه. نتشرف فيه والله. وبالفعل بعد ما خلص العمل ترى جاله مسلسل في الكويت، يعني راح هلا، اشتغل في مسلسل الحين اسمه فاشينيستا، موجود على او اس ام بلس هذا برضه. نفسي احضره برضه، هذا زي اركين، كل اسبوع اقول احضره، وهذا اللي فيه في فؤاد واسيا. ايوه ايوه هو. ضروري. اوكي اوكي. طيب، على هنا سؤال من الشات يقول ناصر العتيبي: كم تكلفة انتاج فيلم السنيور؟ هل يعني عادي لو ما في حراجات؟ يعني لو لا عادي، قديش؟ انا احب إيه. اتكلم، انا احب اصدر الحقائق. اوكي الفيلم كلفنا بالضبط 832 الف دولار. اوكي. 832، بسم الله ما شاء الله. اوكي تمام. يعني اوكي قرابه 3 مليون ريال. حلو. يعني نادرا بتشوف افلام تحت المليون دولار في السعودية، فهنيك ما نادرا تحت ال 1.6 1.7، مو ادري. تحت المليون. لان انا قاعد اسوق فيلم الجاي اللي هو يا جماعة انا عامل فيلم تحت المليون ونص، يعني احتووني. فاللي هو لا مستحيل مستحيل هتعمل فيلم تحت المليون ونص. صح. ما بقول لك انا تحت المليون ونص يعتبر مره، يعني احنا بصراحه يعني شوف، انا مو سويت الفيلم ب 830 عشان انا ما ابغى فلوس، لا، انا سويت الفيلم ب 830 عشان هو يتطلب 830. فاهم قصدي؟ يعني ممتاز انا ممتاز. يعني فهذه نقطه مره مهمه ترى، يعني انا دائما اقول حتى للمستثمرين انه انا ما ابغى اسوي فيلم ب 2 مليون و3 مليون دولار و4 مليون دولار، وهذا اللي ترى بينصرف على الافلام السعوديه حاليا. وهذه الافلام اللي بيصرف عليها هذه المبالغ، نسبه انها ترجع فلوسها مره ضئيله، ايوه مره صعبة. ضئيله. لانه خلينا نتفق يا جماعة، انك ترجع فلوسك في عالم السينما معناته اقل شيء ضعف الميزانية. لانه انك ترجع لهم فلوسهم زي ما هي، طيب هو ما استفاد، يروح يحط له فلوسه في بقالة ولا مغسلة ولا اي شيء. ف صح. وبعدين لا تنسوا انه من نفس دور السينما بياخذ عمولة. ما ادري لو انت جاهز صرح يا ايمن على موضوع النسب وهذه الاشياء، انا بتكلم عنها بصفة عامة هو اذا. هو شوف الموضوع، موضوع الووتر فول، يعني انت حطها زي كذا، يعني بشكل عام انت راح تاخذ ما بين 36% ل 39% من سعر التذكره. امم. يعني اليوم مثلا لو شفت فيلم هوبال، امم. بكل بساطه شوف طالع مثلا كم جايك فلوس، تروح تضرب الرقم في 36% امم. او 39%، وتعرف هذا الصافي اللي حيروح للمنتجين او امم. المستثمرين. يعني عشان تكون، حلو. لو فيلم عمل 10 مليون ريال في الشباك، معناته بيوصل لمنتج أو لفريق عمل هوبال بالكثير 3.9 مليون ريال، في الأغلب 3 مليون ريال وشوية وكسرة. فيعني خلينا نبسطها، حتى لو جبت مليون ريال مم. يعني حتجيب 300,000، بس. 390,000، مم. 395، 330,000، هذا الرينج حقك مم. اللي حتجيك من المليون ريال. فالناس دائما تشوف الرقم الكبير تقول واو، المنتج هذا مم. خلاص حيروح يشتري بيوت، يا ريت. حيصير مليونير، حيروح يشتري بيت على البحر. بس بعدين يكتشف انه لا. طيب. بس هذا موضوع مره بزنس بحت، يعني موضوع مره عميق، احنا لا ممكن بس نتكلم ما فيه ما هو لساعات عيب. استمر. ايوه يعني انت كلمة واتر فول هذه يعني مهمة، انه كيف طبعا. الفلوس بتصب للمستثمرين والفريق اللي قايم على عمل، وايش ترتيبهم، يعني مين الاولى، المستثمر الاولاني ولا النجم الفلاني. فيها السياسة وهذه الهيكلة اصلا من وراها الفيلم يتعمل ولا الفيلم ممكن يفشل، يعني بعيد الشر. صح.
ففي سؤال ثاني هنا من ماجد يقول لك ليش اخترت، أو أيمن، ليش اخترت هذه الرسالة اللي بتوصلها بالفيلم؟ وهل راح تاخذ نمط بالأفلام الجاية تناقش قضايا بالمجتمع زي قضية الوظائف؟ والله شوف، للأمانة الفيلم قصته أو فكرته جاتني من موقف حصل لي أنا. يعني أنا للأسف انفصلت من وظيفتي بسبب شخصية أجنبية في الشركة، من دون ما أقول اسم الشركة اللي كنت شغال فيها. سرع عيش آه، حياتك، لا روح. لا أنا صديق آه، السوء ترى، لا تسمع كلامي. لا. كنت شغال في شركة وانفصلت منهم عام 2022. طبعا شركة أوكي. لها علاقة بالإنتاج وإنتاج الأفلام وكذا. مم. اختلفنا في وجهات النظر، اختلفنا في أشياء كيف هم شايفين الشركة ماشية. مهم. وبعدها يعني هذا ما حطاني، يعني افتكر رحت للمدير الاجنبي قلت له شوف انت حتروح بلدك مم. بعد 3 سنوات 5 سنوات وما اعرف ايش تسوي، تفتح بقاله ولا تفتح كافيتيريا، بس انا صانع افلام، انا حقعد هنا واسوي افلام. يعني انت اذا حتمشيني، مو فكره انه انا ما حسوي افلام، يعني انا حروح اسوي افلام. فبالفعل طلعت من الشركه وراسي مرفوع يعني، وسويت شركتي اسمها ايمن خوجة بيكتشرز. مهم. و... وسوينا فيلم السنيور. فناقشت والفكره جات للامانه مو على طول رحت بسوي فيلم، عشان الموضوع ما جات سويت، كان عندي 20 فكره مطورها إيه وقاعد إيه. اقدم. فبعدين بعد ما قدمت لكل الجهات كلهم رفضوني، ولا وريجكشن ومدري ايش، ولا وما ينفع ومدري، هنا الميزانيه عاليه، هنا المدري ايش، هنا المدري ايش. فبعدين انا كنت قاعد مع المنتج زميلي ايفان، فبقول له يا اخي لو انا اجنبي، لو انا شعري اشقر وعيني زرقاء واسمي مايكل، كان اعطوني الميزانيه ومشينا. إيه. فمن هنا جات الفكره، فقلت اوف هذه تنفع تكون فكره فيلم. لا هايلة. فبعدين كتبناها وسبحان الله قدمنا الفكره وانقبلت، يعني جانا التمويل. ويعني فهي برضو نصيب يعني الفكره نصيب كان يعني. وقتها وجاها هل ممكن اسوي اعمال؟ بالعكس، يعني انا احب اسوي افلام تطلع من الشارع. يعني اتوقع اليوم سبب نجاح السنيور انه هو بيتكلم عن زي ما يعني اتوقع، يعني انه الناس حابه انه بتشوف هذا الشيء واقع بيصير. مم. عرفت يعني انه الشخص انفصل من وظيفته، لمسنا الواقع، لمسنا الناس كيف شاف الفيلم. واللي عجبني ترى الموضوع مره حساس، وهذا كان مره تحدي كبير، انه كيف احنا نطلعه بطريقه كوميديه من دون ما نسيء لاحد. يعني ما سالنا الاجانب ولا سالنا للسعوديين، مم. فكنا نبي نكون في النص ونبي نضحك الناس، هو في النهايه عمل ترفيهي. هلا والله، احنا دائما نقول احنا تعليقي ليس تعليمي.